عمرك شي نهار حسيتي براسك ان صحابك بداو كيتبعدوا عليك، ولا حسيتي براسك بانك انت اللي وليتي كتبعد عليهم اكثر وكثر؟ ولكن الغريب هو انه ما وقع حتى شي مشكل. وهنا علم النفس كيقولنا واحد الحاجه مهمه بزاف، هو انني انا في واحد المرحله العلاقات ديالي ما كيبقاوش ثابتين، سيتادير كيكون واحد التغييرات في العلاقات، سورتو الا كنت كندخل في واحد المرحله فيها العلاج، ولا كندخل في واحد المرحله كنخدم على راسي اكثر وكثر، اولا كنكون كندوز بواحد التجارب في الحياه. لان في هذيك لا بيريود كيولي كيوقعوا دي شونجمون في لي فالور ديالي، كيوقعوا دي شونجمون في لي بونسي ديالي، كيوقعوا دي شونجمون في لا مانيير باش كنشوف بها انا التجارب ديالي، كيوقعوا دي شونجمون في لا بيرسيبسيون ديالي دي شوز، كيوقعوا دي شونجمون في الوعي ديالي اللي كنخرج به من التجارب اللي كنكون عشتهم. فاوتوماتيكمون بلا ما تحس كتولي كتقلب على هذوك الناس اللي كيشاركوك هذوك لي شونجمون اللي ولاو عندك جداد وليتي كتعيش بهم. فإلا بديتي كتلاحظ في واحد المرحله ان الاصدقاء ديالك المقربين سورتو من سنين وليتي كتحس براسك انك ما بقيتيش مرتاح معاهم، او وليتي كتبعد منهم اكثر، ماشي حيت فيهم المشكل او حيت انت وليتي متكبر عليهم، ولكن حيت ولات عندك واحد الرؤيه جديده للحياه. وماشي دائما لو فات انني وليت كنخسر الاصدقاء صافي انني وليت كنخسر العلاقات ديالي، ولكن كتكون بعض المرات هي علامه على انك بديتي كتكون واحد النضج كيلكو باغ. وهنا مهم انني خاصني نعرف هنا بعض العلاقات كتكون هما مجرد واحد الرساله، فاش كتكون هذيك العلاقه كتأدي واحد المهمه ديالها فواحد الوقيته كتمشي بحالها. عندك شي كيسيون في هذا الموضوع كتب لي في لي كومونتير.